السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. نكمل مع بعض سلسلة الأعراض الجانبية لعلاجات الأورام، وأشهرها العلاج الكيماوي اللي هو بيبقى ليه أكتر عدد تقريبا من الأعراض، وأعراض العلاجات التانية زي العلاج الموجه والمناعي والهرموني، وأي علاجات تانية بتستخدم في علاجات الأورام. النهاردة هنتكلم على علاجات الأورام وتأثيرها على الأعصاب. كتير جدا من سيداتنا الفاضلات اللي بياخدوا علاج اللي هو الأبيض في علاج أورام الثدي اللي هو التاكسول أو التاكسوتير، دايما ما بيشتكوا من التأثير على الأعصاب. خلينا في الاول زي ما احنا متعودين نتكلم، هل في في اورام نفسها بتاثر على الاعصاب؟ طبعا. اي احساس بالالم غالبا بيبقى جاي عن طريق ان الجهاز العصبي نقل الاحساس بالالم ده للجهاز العصبي المركزي عندنا في المخ، فالمخ ترجم الاشارات دي على انها الم. فالاعصاب لما بيكون فيها التهاب هي نفسها ممكن ترسل ارسالات بالالم للمخ. الإرسالات دي بتبقى صعبة شوية، أو ساعات بتسبب ألم شديد شوية. الأورام طبعا اللي بتأثر على الأعصاب، الأعصاب طبعا في أعصاب رئيسية وأعصاب الفرعية. في الأعصاب الرئيسية اللي هي اللي اسمها الأعصاب الأساسية اللي نازلة من المخ يعني، متحكمة في الوظائف الرئيسية. وفي الأعصاب الطرفية اللي طالعة بقى بتخلينا نحس بالإيدين والرجلين والحاجات دي الأعصاب الطرفية اللي هي خارجة من النخاع الشوكي بتاعنا. والأعصاب الرئيسية اللي هي بتبقى خارجة من مراكز المخ نفسها، بتحرك اللي هم ال 12 عصب المشهورين دول، وبيحركوا حاجات معينة غالبا بتبقى معظمها في الوش والوجه، وممكن في منها مسؤول برضو عن شوية حاجات في الجهاز الهضمي. فطبعا اي ورم او اي كتله ممكن تاثر على عصب، فبتاثر على شويه الاعراض اللي ممكن تظهر من الالم في الاماكن دي. فخلينا نشيل الموضوع ده لوحده كده، ممكن نتكلم عليه في مره لوحدها. وخلينا دلوقتي في تاثير العلاجات اللي بتسبب التهاب الاعصاب، سواء كانت طرفيه او التهاب الاعصاب عموما، حتى لو كانت اعصاب رئيسيه. التاكسول او التاكسوتير من اللي هو الكيماوي الابيض، من اشهر انواع الكيماوي اللي بتاثر على الاعصاب وبتعمل التهاب في الاعصاب خاصه الطرفيه. طب ممكن تؤثر على الاعصاب الرئيسيه؟ ممكن، ولكن بدرجه اقل، وغالبا الاعراض بتبقى مش موجوده او بتبقى في عدد قليل جدا من المرضى. طب في امراض، في ادويه كيماوي تاني بتاثر على الاعصاب؟ في ادويه كتير بتاثر على الاعصاب بنسب متفاوته، اغلبيتها التاثير بتاعها بيبقى ضعيف. ولكن في زي ما قلنا التكسل والتكسير مشهورين قوي، بالذات في حكايه البريفرال نيوروباثي اللي هي التهاب الاعصاب الطرفيه. في ادويه تانية زي الاوكزاليبلاتين اللي بيتاخد فيه مرضى اورام القولون، وفي السيسبلاتين اخوه والكاربوبلاتين، دول اخواته، هم اخوات الاوكزاليبلاتين. الكاربو والسيسبلاتين دول بيستخدموا في اورام المبيض، ساعات برضو في اورام الثدي، في اورام المثانه، في اورام الرئه. ليهم برضو استخدامات كتيره في الساركومات وكده. وبقيه الادويه يعني تاثير متفاوت ما بينه وبين بعض، ولكن التاثير دايما بيبقى غالبا قليل. اما الادويه اللي انا قلت عليها دي فهي اكتر ادويه ممكن تاثر على الاعصاب، خاصه الاعصاب الطرفيه. وان كان الاوكزالي بلاتين من الادويه اللي ممكن تاثر شويه على الاعصاب الرئيسيه. طيب التاثير ده في هيئه ايه؟ ايه هي الاعراض اللي المريض هيجي لي فيها او بيشتكي منها عشان اقول له انت عندك التهاب في الاعصاب الطرفيه او التهاب في الاعصاب الرئيسيه؟ التهاب الاعصاب بيترجم في الناس اللي عندهم تكسل وتكسوتير زي ما قلنا، بتبقى اكتر في الاعصاب الطرفيه. فبيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتلاقي دايما الشكوى دي في بالذات. كان برضو في اسئله كتير بتسالك، يقول لك هو ايه الفرق بين التكسوتير اللي بيتاخد كل 21 يوم وبين التكسل اللي بيتاخد كل اسبوع؟ التكسوتير اللي كل 21 يوم بيأثر اكتر على نخاع العظم، فيؤدي لك الى نيتروبينيا، يؤدي الى نزول في المناعه او نزول في كرات الدم الحمراء او في الهيموجلوبين. اما التكسل فبيأثر اكتر على التهاب الاعصاب، فيسبب التهاب الاعصاب الطرفيه بشكل اكبر من التكسوتير كل 21 يوم. يعني احفظها بسهوله، التكسوتير اللي كل 21 يوم بيأثر على الدم اكتر من الاعصاب. طب اللي كل اسبوع بيأثر على الاعصاب اكتر من الدم. انا ممكن اختار ما بين الدوايين دول في ظل المعلومات دي. يعني لو واحده جايه لي مثلا عندها مثلا تصلب متعدد، او عندها سكر بقاله كتير، او اي امراض عصبيه، هحاول اتلافى ان انا اديها مثلا التكسل الاسبوعي عشان ما اثرش
على الاعصاب بتاعتها زياده. وان كان طبعا معظم الناس بتفضل التكسل الاسبوعي لانه ما بقى يعني تاثيره اقل على المناعه، فبحتاجش حقن مناعه ولا المريض يخش في نقص مناعه وعدوى والفيلم اللي احنا عارفينه ده. فبنفضل معظم الاماكن بتفضل التكسل الاسبوعي، الا اذا كان بقى المريض بعيد جدا او ما يقدرش يجي كل اسبوع، فبديله التكسوتير اللي هو كل 3 اسابيع. طيب ايه هل كل الناس هتتاثر بنفس الطريقه وهل في امراض بتزود من الاحساس؟ ايوه لسه قايلين اهو ان في امراض بتزود من التهاب الاعصاب الطرفيه او تزود في زياده الاعراض. زي الامراض دي اشهرها طبعا السكر مع المده الطويله، واحده عندها 10 سنين سكر او ما كانت او السكر بتاعها مش متحكم فيه، او هيموجلوبين A1C بتاعها عالي اللي هو الهيموجلوبين السكري، فده كله بيؤدي الى التهاب في الاعصاب اصلا. فالتهاب الاعصاب بتاعها ممكن يزيد شويه، خاصه لو اديتها اي ايجنت او اي كيموثيرابي من الادويه اللي بتعمل التهاب في الاعصاب زي التاكسول والتاكستير، خاصه التاكسول الاسبوعي. فدي مريضه ابقى متوقع ان هو ممكن فعلا يحصل لها التهاب اعصاب. تاني حاجه زي الام اس، الناس اللي عندهم تصلب متعدد او عندهم بقى اي امراض في الاعصاب عموما، او ماشيين على علاج للاعصاب عموما، دول كلهم ممكن الاعراض عندهم تبقى اشد شويه من الناس العاديه. طيب هل معناه ان كده ان في ناس مش هتأثر خالص او ناس بتتأثر حتى لو ما عندهمش امراض مزمنة ليها علاقة بالاعصاب؟ والله الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني زي ما اتفقنا، بيختلف من مكان للتاني. برضه في مصر موضوع التهاب الاعصاب ده شائع جدا، خاصة لان اللي هو اللي احنا ماشيين على التكسل الاسبوعي بشكل اكبر. فمعظم الناس يجوا على الجلسة السادسة ولا السابعة يبدأ يشتكي بالشكاوي بقى اللي احنا هنقول عليها دلوقتي، اللي انا رجلي مش حاسس بيها كويس، حاسس ان انا ماشي على رمل، في صهد بيطلع من رجلي على جسمي، مش عارف ازرر زرار قميص، بمسك الحاجه بتقع مني. الحاجات دي كلها هي من التهاب الاعصاب الطرفيه، وهنقول الاعراض دلوقتي بالظبط. ولكن سؤالنا هل كل انواع الكيماوي، زي ما احنا كده جاوبنا على سؤالين، هل كل انواع الكيماوي بتسبب التهاب اعصاب طرفيه؟ لا، مش كلهم زي بعض، في مشهورين زي اللي قلناهم. هل كل السيدات، هل في امراض مزمنه تؤدي الى زياده الاحساس بالاعراض دي؟ هل كل الستات هتتأثر أو كل المرضى هيتأثروا بالتهاب الأعصاب الطرفية زي بعض؟ لا، برضو بتختلف من شخص للتاني، عوامل بيئية، عوامل جينية، عوامل وراثية، حاجات كتير قوي بتفرق بين الناس وبعضها. طيب ايه بقى الاعراض اللي العيان هيجي في الشكوى يقول لك ايه؟ برضه عشان لو حد من دكاترتنا الصغيرين بيحلل الاعراض ويسال ايه الاعراض اللي هو هيشوفها، دايما يجي العيان على الجرعه الرابعه الخامسه السادسه كده يبدا يقول لك انا رجلي كاني ماشي على رمل، او برفع رجلي قوي وانا على الارض عشان احس ان انا رجلي على الارض، اجي البس الشبشب يقع، اجي مش حاسس بطراطيف صوابعي، بحس ان رجلي سخنه جدا جدا او ساقعه جدا جدا، اجي احط ايدي عليها الاقيها عاديه، يعني احطها عاديه، بس حاسس بتصهيده كده في رجلي وما بطيقش الغطا يغطي رجلي. اجي ازرر زراير القميص او البند او البلوزه، مش عارف ازررها، حاسس ان انا ايديا منمله ومتخدره كده، طراطيف صوابعي مش عارف اتحكم كويس. اجي امسك، جيت امسك كوبايه وقعت مني، جيت امسك المشط وقع مني، جيت ارفع حاجه حسيت ان انا مش حاسس بالملمس بتاعها قوي. الحاجات دي كلها بتبقى تفسيرها ان في التهاب اعصاب طرفيه، حتى من الطرفيه دي مش طرفيه يعني الاطراف الاصابع، لا، هي الاعصاب نفسها هي الطرفيه. فبتأثر على، قلنا أكتر حاجة الإيدين والرجلين، وطبعا زي ما قلنا لو في عيان عنده مرض في الأعصاب أو سكر هتكون الأعراض دي بدري شوية وأشد شوية. طيب التهاب بقى الأعصاب الرئيسية ممكن يجي في صورة إيه؟ ممكن يجي في صورة انك مثلا تيجي تشرب ميه ساقعه تشرق. ليه؟ لان العمليه دي بينظمها عصب من الاعصاب الفيجوس، اللي هو من الاعصاب الاساسيه في المخ. لو حسيت ان تيجي تشرب ميه زي ما قلنا ساقعه بتسقع، قصدي بتشرق. والعرض ده مشهور قوي مع الاوكزالي بلاتين، ان الواحد لو جه يتوضى او يغسل ايده ورجليه بميه ساقعه يحس بكهرباء، ولو جه يشرب برضه ميه ساقعه يحس ان هو هيشرق او ممكن هيزور او تحس ان هو هيرجع. الحاجات دي كلها من التهاب الاعصاب. برضه ممكن العين ترف، تلاقي عينك عماله تبربش مثلا، ده برضه العصب اللي مودي الحركه للعين في التهاب شويه فبيرف. ممكن عينك تدمع برضو من برضو الاعصاب المسؤوله عن قفل العين ما تكونش شغاله كويس، العين تتعرض اكتر للهواء فتلاقي عينك بتدمع برضو، خاصه بيحصل مع التاكسول والتاكسوتير والسيسبلاتين.
دي معظم اللي هي اللي برضو الاحساس بالحراره والبروده في الايد. انت ممكن تمسك حاجه واول ما تاخد بالك ان الحاجه دي سخنه تتلسع. ليه؟ لان برضو الاحساس بيوصل متاخر شويه، متاخر شويه ليك. طيب طبعا زي ما قلنا بقى في امراض نفسها بتاثر على الاعصاب. يعني الورم نفسه لا قدر الله يكون مثلا في النخاع في العمود الفقري مثلا، فضغط على العصب فمأثر، ده طبعا بيعمل الم شديد شويه، وممكن يعمل بقى مشكله في الموتور كمان، يعمل مشكله انت مش عارف تحرك ايديك او رجليك. بس دي هنقولها ان شاء الله في حلقه لوحدها. لكن النهارده احنا بنتكلم مينلي او بشكل اساسي على العلاجات وتاثيرها على الاعصاب. طيب الادويه التانيه بقى زي العلاج الموجه او الهرموني او الموجه الهرموني المناعي الجيني، اي حاجه من الحاجات دي تاثيرها محدود على الاعصاب، يعني ما فيش حاجه مشهوره انها بتسبب التهاب شديد في الاعصاب. ممكن العلاجات المناعيه اللي هي الجديده زي الكيترودا والاوبديفو والحاجات دي، ممكن يعني ساعات في ناس من موضوع اللي هو الالتهاب العام اللي بيحصل في الجسم معاها ممكن تؤدي الى التهاب في الاعصاب، لكن مش مشهور وما يبقاش عنيف قوي. يبقى يعني الاعراض الجانبيه الشائعه بتبقى اكتر من الادويه دي في اماكن تانية او في صوره اشكال تانية. طيب الحل بقى، ما هو الحل في التهاب الاعصاب الطرفيه او التهاب الاعصاب عموما اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ اول حاجه دايما الناس بتقول لك انا باخد فيتامين، وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان احنا ما يفضلش ان احنا ناخد فيتامين مع العلاج الكيماوي الوقائي لسرطان الثدي، اللي ما ثبت ان هي بتاثر على استجابه العلاج. طيب افرض الفيتامين ب، او لو بقى بي 1 و6 و12، او الفيتامين بي كومبلكس او 12 بس، هل بيحسن من التهاب الاعصاب الطرفيه؟ كان في دراسه اتعملت على الموضوع ده، ولقوا ان التاثير فيتامين ب 12 او بي كومبلكس عموما على موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه اللي سببه الكيماوي مش تاثير كبير، يكاد يكون تاثيره ضعيف جدا. اما طبعا هو بيحسن من المريض اللي عنده سكر مثلا، يحسنه، او في اسباب تانية زي يكون عنده نقص في الفيتامينات دي اصلا لو صلحها بالادويه تتحسن. عشان كده دايما ما بنتوقعش تاثير يعني كبير او تاثير مميز من لما يجي واحد يقول لي عندي التهاب اعصاب طرفيه عشان بياخد كيماوي اديله فيتامين ب. ما توقعش تاثير كويس الا في حالتين: لو العيان ده عنده سكر اصلا والدنيا بايظه معاه، او عنده نقص في الفيتامينات دي والدنيا بايظه معاه بهذا السبب، فانا لما اصلحه يتحسن. لكن افرض واحد عنده نسب الفيتامين كويسه وعنده وما عندوش سكر، طيب يبقى ايه السبب؟ لا، الكيماوي نفسه اللي عامل المشكله دي ساعتها. الكيماوي نفسه اللي عامل المشكله دي في ساعتها فيتامين ب، سواء كومبلكس او فيتامين بي 12 لوحده مش هيحسن قوي من العرض ده. طيب ممكن نلجأ لحاجة تانية زي المسكنات العادية زي البنادول، أو البنادول معاه مثلا الكافيين اللي هو البنادول إكسترا. وممكن ناخد برضو الأدوية اللي بعديه اللي مثلا زي السولبادين أو الفيفادول بلس، ده مش موجود في مصر. اللي موجود في مصر السولبادين اللي هو بنادول ومعاه اللي هو باراسيتامول ومعاه كودايين القوية اللي يعتبر يعني زي الترامادول. أي نعم جرعته صغيرة في السولبادين والفيفادول بلس ده، بس ليه تأثير برضو كويس، ممكن ناخده لغاية 3 مرات في اليوم. بس طبعا ما نمشيش عليه مدة طويلة، لأن الكودايين من برضو المواد اللي تعتبر في المواد المخدرة اللي ممكن يحصل لي عليها تعود بعد كده لما استخدم مسكنات عادية ما يجيبش كويس نتيجة معايا. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في اول حاجه اللي هو فيتامين بي كومبلكس او البي 12، تاثيره مش مؤكد قوي، ولكن يعني لو في سكر او في نقص في مخزون الفيتامينات دي ممكن ناخد. طيب المسكنات العاديه قلنا زي الباراسيتامول او الباراسيتامول مع الكودايين اللي هو السولبادين او الفيفادول البلس او البرادول بلس، كل دول قشطه. طيب هل ممكن نستخدم بقى مسكنات ومضادات للالتهاب زي الفولتارين والكتافلام والحاجات دي؟ الحاجات دي لا يفضل استخدامها عموما في مرضى الاورام، ولا يفضل استخدامها عموما حتى في بني ادم طبيعي، لان استخدامها لفترات طويله انت خدت على طول كل لما تشكشك انا هاخد لي شويه كتافلام ولا فوار كتافاست واتحسن وابقى زي الفل. لا، الحاجات دي مؤذيه جدا للكلى والكبد، ولا يفضل استخدامها على مدد اكتر من 5 ايام لاسبوع. وعايز اقول لكم مثلا حقن الفولتارين والكتافلام اللي انتوا بتاخدوها على عمال على بطال دي ممكن تعمل اضرار جامده جدا على الكلى حتى من حقنه ولا اتنين. ولكن طبعا ما نحبش نخوف الناس، ولكن ما تستخدمش الحاجات دي الا في الشديد القوي، يعني الا بقى لو البين شديد جدا لازم ممكن اخد حاجه من الحاجات دي تساعدني في وقتها، وبعد كده اروح لدكتور الالم او دكتور الاورام يمشيني على دواء تاني يكون اكتر امنا وينفع استخدمه لمده طويله. طيب ايه بقى بعد كده العلاجات اللي انا ممكن اخدها لالتهاب الاعصاب الطرفيه يساعد مع المسكنات العاديه؟ المشكله ان كل الادويه اللي انا هقولها دي تقريبا في مصر بقت جدول او بقت مخدرات. انا ما اعتقدش ان الجبابنتين لسه جدول، قصدي بقى جدول، هو الليريكا اللي هو البريجابالين ده بقى جدول.
طيب الجابتن اعتقد هو لسه مش جدول، فممكن نستخدم الجابتن، ما فيش مشكله منه. يعني ايه جرعات تصاعديه؟ يعني يعني مثلا هو في السوق باين 100 و200 و300 و400، ممكن نمشي مثلا ناخد 100 او 200 قبل النوم، وبعد كده نزودها ل 100 او 200 بي اي دي يعني مرتين في اليوم. وناخد بالنا ان كل الادويه دي من الادويه اللي بتدوخ، بتخلي الواحد يدوخ شويه، ليه؟ لانها بتشتغل على سنترز في المخ نفسه، فعشان تقلل الالم وتقلل التهاب الاعصاب ده. التأثير بتاعها بيبقى برضو ان هو ممكن تكون بتدوخ شوية، فخطر في السواقة، خطر لو انا بشتغل شغلانة خطر، شغال على مخرطة، شغال على حاجة كده. الحاجات دي بتبقى يعني مش ما بحبش نستخدمها بشكل ريجولار الا لو في فعلا مشكلة. فعندنا المادة العلمية اسمها جابابنتين، موجود في السوق باسم كونفنتين او جابتين او اي حاجة من الحاجات دي. ده خيار تاني. وطبعا الادوية دي يفضل طبعا ان احنا ناخد رأي الطبيب اللي هو اللي يوصفها طبعا، عشان يوصف لنا الجرعة المحددة. طيب اللي بعد الجبابنتين البرجبالين ده اللي هو الليريكا، ده طبعا بقى جدول، بقى زي الترامادول يعني والمورفين والحاجات دي، بقى سعره صعب، ولكنه برضه بيساعد جدا في موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه، خاصه لو اعصاب الرجلين. الليريكا بيتاخد برضه في منه زي اسمه في الليريكا، واسمه برجدين ايبكس، الحاجات دي موجوده برضه في السوق. من اول تركيز 75 ممكن ناخد 75، ممكن ناخد 150، ممكن تاخد لغايه 300 مرتين، بس دي جرعه عاليه جدا طبعا ما بتبداش بيها. ممكن نبدا ب 75 جرام مللي جرام مره في اليوم، بعد كده مرتين، بعد كده 150 مره، وبعد كده نبدا نتصاعد في جرعه واحده واحده. الكونفنتين من الجرعات اللي ممكن نوصل لجرعات عاليه جدا، ممكن لغايه بتاع ده 3 جرام في اليوم. ولكن طبعا الحاجات دي زي ما قلنا لازم تكون تحت اشراف الدكتور الطبيب المعالج، ويتابع معانا علو درجه درجه في الادويه. في بقى حاجات تانية بتحسن الاعصاب، دواء اسمه صحة الأعصاب. في بقى زي حاجات زي المكملات الغذائية العادية، الزنك مثلا كويس، الكروميوم كويس، الحاجات دي كويسة، ولكن طبعا مش هروح اشتري زنك لوحده وكروميوم لوحده وما اعرفش ايه لوحده. بعد كده ممكن ابقى اخد مالتي فيتامين في الحاجات دي، لأن الحاجات دي نادرا لما بيكون عندنا نقص فيها، لأن الواحد بياكل وبيشرب بشكل عادي أو معتاد، بيبقاش عنده نقص قوي في المواد دي. فممكن ناخد مالتي فيتامين بس بعد ما الكيماوي يخلص برضه، عشان ايه؟ يحسن من الاعراض. طب الاعراض دي هتختفي امتى؟ التنميل في الايدين والرجلين والمشي وما اعرفش ايه، الحاجات دي هتتحسن امتى؟ ممكن تتحسن بعد انتهاء الكيماوي من شهر ل3 شهور. ساعات ناس لو عندهم زي ما قلنا امراض مزمنه بتاثر على الاعصاب، ممكن الموضوع يفضل لغايه 6 شهور. يبقى احنا كده تاني نلخص موضوع الادويه. زي الادويه الاساسيه اللي هي زي قلنا المسكنات العاديه، ممكن قلنا فيتامين بي كومبلكس وفيتامين بي 12 مسكنات. بعد كده المسكنات ومضادات الالتهاب زي الكتافلام والحاجات دي قلنا ما نستخدمهاش كتير. بعد كده الحاجات زي الجابابنتين والليريكا، البرجبالين ممكن يستخدموا، ولكن طبعا يفضل استخدامهم تحت اشراف الطبيب مباشره، لان دي ادويه زي ما قلنا جدول، وبتدوخ وليها شويه اعراض جانبيه، فما ينفعش نستخدمها من نفسنا الا لو يوم ولا حاجه، ونرجع للدكتور على طول يقول لنا ناخد الجرعه ازاي وقد ايه. وطبعا اللي يوصفها لنا في الاول يكون دكتور، ما ينفعش اخدها من نفسي كده. بعد كده قلنا المواد بقى اللي هي المكملات الغذائيه اللي بتساعد على الاعصاب تبقى كويسه، زي بقى اي حاجه السنترام، البوفورتين، الليميتلس، الحاجات دي كلها ممكن ناخد المالتي فيتامين دي بعدين، بعد العلاج الكيماوي يخلص. وناخد دايما اكل متوازن، في خضروات كتير، في حاجات خضراء الداكنه كتير زي الجرجير والبقدونس، الحاجات دي برضو من الحاجات اللي بتساعد على ان الاعصاب تبقى كويسه وفي حاله صحيه كويسه. زي ما قلنا ان تاثير العلاج الكيماوي ممكن يستمر لمده 3 ل6 شهور عند بعض الناس، ويبدا يمشي تدريجي على حسب برضو كل شخص والتاني. وطبعا برضو من اهم الحاجات لو حد عندها سكر او عندها MS او عندها اي امراض الاعصاب، تاخد الدواء بتاعه ويكون تحت السيطره، لان ده هيقلل من التهاب الاعصاب. طيب الالم بقى الناتج عن التهاب الاعصاب، ممكن استخدم له حاجات قويه زي الترامادول، زي المورفين، زي اللزقه والحاجات دي ممكن، بس ده غالبا بيكون في المرضى اللي عندهم حالات متقدمه شويتين ثلاثه، وبيكون بجرعات برضو لازم يوصفها طبيب علاج الالم. شكوى مشهوره جدا من شكوى امراض الثدي، اللي هي بتحس وهي بتاخد التاكسون ان في شخشكه رجعت مكان العمليه او حوالين العمليه. ده طبيعي جدا، لان اثناء العمليه بيحصل انجري تيشو، يعني الاعصاب اللي بتبقى حوالين الحته دي هو بيقطع طبعا ويستأصل الورم وكده، بيكون في زي آه،
اعصاب في المكان ده تكونش التئمت 100%. فاول ما الدواء يجي بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه، تلاقي دايما في شكشكه او نغز في مكان الثدي او مكان العمليه، وده بتكون حاجه طبيعيه وبتمشي برضو واحده واحده. دموع العين دايما لو في تاثير على العين بالدموع دايما نحط قطره، مش قطره فيها انتبيوتيك ولا حاجه، قطره اللي هي الريفريش التيرز العاديه عشان تحافظ على العين لو فضلت او فيها جفاف او سببت ان هي تحصل دموع. ده في ناس بتفهم غلط ان في دموع، لما اجي اقول له ده انت عندك جفاف عشان كده في دموع، وده فعلا صح، لان عينك لما بتتعب زي ما تكون بتفرز الميه دي كتير لانها تعبانه وناشفه ومفيش ميه حواليها، فكديفنس تفرز الميه كتير. فلو انت خليتها مترطبه على طول اليوم كله مش هتبدا تفرز الميه دي، فتبدا عينك طبيعيه ومش هتعمل كل الدموع دي. ده بالنسبة لالتهاب الأعصاب الطرفية. برضو ساعات بيحصل مع الزيلودة، عشان برضو ما نقدرش نكذب، بس الزيلودة من الحاجات اللي بتعمل زي قلنا هاند اند فوت سندروم، بتعمل مشكله في الضوافر وفي الاصابع وفي كده، ما بتبقاش في شكل التهاب اعصاب طرفيه، ولكن بيبقى مؤلمه، فالناس تقول لك ده انا عندي التهاب برضه في الاعصاب، ولكن لا، هي بتعمل الموضوع ده بشكل او ميكانيزم او طريقه تانية. فكده احنا اتكلمنا على تقريبا كل ما يخص موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه والاساسيه، وعلاج الاعصاب الاساسيه هو نفس العلاجات بالظبط، مفيش اي اختلاف. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، وسلام عليكم.